هندمس الفول السحور في الحله بطريقه سهله جدا، ويلا نقول بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه جبت الفول المدمس، بعد كده حطيت عليه فول مدشوش. انا جبت كيلو فول مدمس، حطيت عليه نص كيلو فول مدشوش. بعد كده حطيت عليهم شويه ميه سخنين ومعلقه من الخل. حطيت عليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر وهسيبهم منقوعين. ده شكله اهو، بصوا نفش ازاي. تعالوا بينا بقى نحضر الحله اللي هندمس فيها. بصوا بقى يا حلوين، هنجيب الحله هنحط فيها الفول والفول المدشوش. بعد كده حطيت عليهم نص كيلو من العدس الاصفر. تمام، العدس ده اختياري، وحطيت جزرتين كبار مبشورين برضو دي اختياري. تمام، بس كل الحاجات دي بتديله طعم حلو جدا. وحطيت طماطمتين كبار مبشورين و3 فصوص توم. بعد كده حطيت عليهم كركم علشان يعمل لون حلو كده، وزودتهم بالميه السخنه. اظن المكونات سهله، وكمان هتاكلوا فول طعمه حلو جدا. هنا بقى جاهز، هحطه على نار عاليه، واول ما يغلي هحطه على نار هاديه خالص وهسيبه براحته على النار. هحط عليه معلقه كبيره من الخل عشان خاطر يستوي كده ويبقى زبده برضو. بصوا بقى شكل الفول بقى عامل ازاي بعد ما استوي، تحفه جدا جدا. جربوه بجد وهتحبوه جدا، وهتحبوا كمان طعمه، هيعجبكم جدا ان شاء الله باذن الله. ما تقلقوش عشان هو معمول في حله، فممكن تلاقوا كده من فوق الوش ميه لونها مغمق، هتشيلوها بالمعلقه عادي خالص، ما فيهاش اي مشكله. انا كده قلت لكم كل التكات وكل حاجه ممكن تحصل وانتي شغاله. بعد كده بسيبه يبرد وبحطه في الاكياس وبعينه في الفريزر، وقبل ما استخدمه بطلعه. اهم حاجه لو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. منوعات ساره جمال، باي باي حلوين. وعمي